السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. يوم واحد بعد إعلان الفيفا رسميا عن منح شرف استضافة مونديال 2030 للملف المغربي الإسباني البرتغالي، زف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خبرا سارا للمغاربة يؤكد بالملموس أن المملكة أصبحت قبلة لكبريات المنافسات الكروية العالمية. ففي تصريح أدلى به لإذاعة راديو مارس قال فوزي القجع أن المغرب سيستضيف بطولة كأس العالم للأندية سنة 2029 والتي ستقام بنظام مغاير عن ذلك المعمول به حاليا، حيث ستكون على شاكلة كأس عالم مصغرة ستشارك فيها أعداد الأندية. وأكد رئيس الجامعة في ذات التصريح أن احتضان المغرب لمونديال 2030 ستسبقه عدة محطات، في مقدمتها تنظيم المغرب لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم للأندية سنة 2029، مما سيمكن العالم من الاطلاع على مدى جاهزية المملكة لاستضافة العرس المونديالي.